ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ردا على المسيء لكلام الله، أهالي الصوفية يختمون القرآن للمرة الثانية ردا على سلوان حارق المصحف الشريف، ردا على ما قام به المجرم والخارج عن الملة سلوان، ما يلقب بسلوان. تقوم جامع النور بكادره وبأساتذته وإمامه وخطيبه الأستاذ عبد الرحمن سليمان هذا الوقفة المشرفة وتخريج دورة كاملة، دورة من براعم منطقة الصوفية في محافظة الأنبار. وفي هذا رد على من يتكلم على القرآن أو يحرف القرآن من ما يسمى بسلوان وأتباعه من الذين مضوا ومن الذين سيأتون بعد. القرآن محفوظ بحفظ الله جل وعلا، القرآن محفوظ في الصدور، لن تستطيعوا بإذن الله، وسيخرج الله سبحانه وتعالى جيلا يدافع عن القرآن. براعم الأطفال هكذا كان ردهم على سلوان وكل من يتطاول على الإسلام والمسلمين. الرد هؤلاء الشبان الصغار هذا أكبر رد على هذا الشخص الذي كانت عملته الشنيعة، فكانت في الحقيقة على مستوى العالم الإسلامي الناس بدأت تلجأ إلى حفظ القرآن، وبدأوا يعني هناك الكثير، إذا لاحظتوا حضراتكم أنتم إعلاميين، بدأت بناء مراكز لحفظ القرآن الكريم في كل الأماكن. رد على كل من تطاول وتجاوز على كتاب الله العزيز الحكيم سلوان وميكا وغيره، ومن يتهم بتحريف القرآن أو نقص من القرآن. القرآن هو لله، خص به عوام المسلمون، وإنه حافظ لذلك الكتاب العظيم. لوكالة مراسلون نيوز، أحمد الفهد.